السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة ميوتك، وجيت معاكم في فيديو جديد. النهاردة أحل لكم مشكلة بطء الجهاز بعد فترة. ساعات الجهاز بتاعي بيبقى بطيء كده وغريب يعني، فأنا هحل لكم المشكلة دي بأكتر من طريقة. تمام. نبدأ مع بعض بالطريقة الأولى، إن إحنا هنكتب في السيرش رن. تمام. وهتكتب كلمة تم، دوس كونتينيو، وهتمسح كل الملفات اللي هنا. تمام. نخرج تاني ونكتب تاني في السيرش كلمة run. المرة دي هتكتب كلمة temp، بس هنحط قبلها علامة اللي هي 100 temp، ونكتب علامة 100 تاني. ظهر كمية ملفات، هندوس كنترول A ونعمل delete ونمسحهم. الملفات مش هتتمسح، اعمل لها skip. آه تاني طريقة، نبدأ نخش على my computer أو this PC، Windows Properties، و Advanced System Setting، وخش على كلمة Advanced بعد كده Setting، وتعمل Adjust for Best Performance، وهندوس أوكي. تمام. هنخرج من كل ده، وهتخش تاني بقى، دي الطريقة التالتة. هتخش في الإعدادات وهتكتب Background. هتخش هنا وهتقفل كل البرامج اللي شغالة في الخلفية زي ما أنا معامل كده. تمام. دول 3 طرق من غير برامج. تمام. هنخرج. في برنامج هنحتاجه، هكون سايبه لك تحت في الوصف من رابط مباشر. هتخش وهتحمله. تمام. هندوس داونلود. أنا هحمله معاك أكني هنحمل الانستولر. هندوس كلمة هنا ونحمل الانستولر اللي هو 1 ميجا، وهندوس يس، نعمل نيكست، سيب نيكست، وده الحاجة العادية جدا. هيفتح معانا البرنامج بالشكل ده. تمام. هتبدأ بقى هنا إيه، هو هتقول له يعمل سكان للكمبيوتر عندك، وهيحل لك كل المشاكل اللي موجودة. تمام. آه هنعمل سكان، وهيعمل سكان لكل حاجة، وأي حاجة هيحلها. هرجع لكم بعد ما يخلص سكان. ورجعت لكم تاني بعد ما أخلص سكان، وادي عندي أهو لقى 210 مشكلة. فنبدأ ندوس نيكست. تمام. فأنا هقول له حل لي كل المشاكل، فيكس ايرور. تمام. هيبدأ بقى يصلح كل المشاكل دي. تمام. قال لي إن هو صلح كل المشاكل. تمام. عندك هنا البرامج اللي بتبدأ أول ما الويندوز بيشتغل، فأنت هتقفل كل البرامج اللي مش ضروري تشتغل. يعني مثلا أنا هقفل ستيم، مثلا هقفل الداونلود مانجر، هقفل الديسكورد. فاهمين قصدي؟ فلازم تقفل كل البرامج اللي ملهاش لازمة تفتح مع الويندوز، لأن ده بيتقل الجهاز جدا. بس وفي طرق تانية كتير جدا هعلمها لكم عشان تخفوا بيها الويندوز بتاعكم. وأتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة. يا ريت متنساش تعمل لي سبسكرايب في القناة، وتفعل زر الجرس، وتعمل لي لايك على الفيديو. شكرا والسلام عليكم.